هذو الأطفال مثلا اللي كيكونوا ضحية هذا الطلاق. هنا عرفنا بأن التشرد من خلال إحصائيات بأن مجموعة من الأطفال المتشردين الأغلبية ديالهم جايين من أسر متفككة اجتماعيا وخصوصا الطلاق. خلي عليك الأمهات العازبات هذا موضوع شائك أكثر فأكثر. إذا هاد الأطفال هما اللي كيتحملوا هذه المتاعب كلها، مع العلم بأن المدونة اش قالت؟ بأن حماية الطفل حاضر، وحماية الطفل ماشي غير ماديا حتى معنويا ونفسيا. هنا نشوفوا الشق مثلا حتى ديال سواء المرأة أو الرجل، التعامل ديالهم من كيكون هناك طلاق، خاصنا تكون واحد التوعية اجتماعية. يعني من حصل الطلاق راه بيني وبينك ما بقاش، ولكن كاين واحد الأطفال، هاد الأطفال مراعاة الحالة النفسية ديالهم. كنشوفوا بأن هناك آباء وأمهات كيستغلوا الأطفال ديالهم كورقة للانتقام وكورقة للتفاوض إلى غير ذلك، سواء من طرف المرأة أو من طرف الرجل. هادشي ما كنقولوش من لا شيء، ولكن من خلال دراسات المجتمعية إلى غير ذلك. إذا خاصة مثلا الزيارة، مثلا كاين أمهات اللي كيفرضوا على الأب ديالهم الزيارة يوم الأحد. علاش؟ لأنه كيجبروا القوة القضائية وخصو يخلصوا إلى غير ذلك، مع العلم بأن خاص تكون واحد الوعي اجتماعي بأن نحافظوا على نفسنا. المدونة ديالنا في القانون المغربي خلاف الأحوال الشخصية ديال تونس والجزائر، حنا عطينا الفرصة بأن الآباء والأمهات هما اللي ينظموا هذه الزيارة، مع العلم أن في الجزائر وتونس لا يمكن دائما يكون قوة قضائية. هنا عطا المدونة نقول لك القراءة تكون قراءة إنسانية، لأن الهدف الأسمى شنو هو النواة ديال الأسرة، هو يكون عندنا مواطن. هذا الطفل غيكون مواطن في المستقبل، يكون عنده مستقبل ظاهر، يكون عنده واحد توازن نفسي ظاهر والتشبث كذلك بالقيم. ما كنمشيوش على المرجعيه الدينيه على راسنا وعيننا، ولكن خصها تكون هذه القراءات تكون هذه القراءات الصحيحه، لان المرجعيه الدينيه تحطات في هذا الكونتكست، يعني في واحد السياق معين. المجتمع كيكون مجتمع ليس صندوقا مجتمع صندوق متغير وديناميكي. المدونة شكلت بكل تأكيد عند صدورها سنة 2004 ثورة هادئة، وأنا نسميها ثورة هادئة ديناميكية على مستوى المضامين الواردة فيها، سواء فيما يتعلق بإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، أو تصحيح حقوق الطفل وحقوق المرأة، وتوسيع مجال القضاء في تطبيق مقتضيات المدونة، وإحداث أقسام قضاء الأسرة، واعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في قضايا الأسرة. هذه نقطة مهمة، لأن ولات عندنا النيابة ما بقاش عندها واحد الصفة صورية، ولات عندها واحد الصفة ماشي غير تضامني، ولات عندها صفة رئيسية بريوريتير، حتى هي كاينة. وبعد إقرار الدستور النقطة الرابعة بالنسبة للنيابة الشرعية، هضرت عليها من خلال الإحصائيات. هنا كان تمييز بين الأم والأب في الولاية على الأبناء، حيث تعتبر الأم نائبا شرعيا على سبيل الاختيار في حالة وفاة الأب أو غيابه، مع إمكانية قيام استثناء ببعض الأمور المستعجلة للأبناء. دائما هي اختيار، علاش اختيار؟ وهنا كتسبب لها مشاكل من كتبغي تقضي الحاجات ديال الأطفال ديالها. إذا خص إعادة النظر أيضا لهذا النص. كنهضروا على إقرار مبدأ المساواة بين الأم والأم في القيام بمهام النيابة الشرعية عند قيام الزواج، وربط النيابة الشرعية بالحضانة عند انفصال الزواج، مع اعتبار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. والمدونة قالت المصلحة الفضلى الحل، بعض الحلول ماشي حل نجم، هنايا من خلال دراسة اجتماعية بأن المقاربة القانونية ليست كافية. المقاربة القانونية قد تكون مدعمة بالتوعية والتحسيس، وكنشوفوا هناك جمعيات الله يكثر خيرهم كيقوموا بهذه المهام تحسيس، حتى كتكون هنا ما عندناش غير 37% من الجهل، عندنا
98% من الجهل القانوني. تكون التوعية القانونية وتكون المقاربة، تكون واحد المقاربة. كاين الشجر حقا، كاين القانون حقا، ولكن مصاحبة، تكون مصاحبة ديال التوعية والتأسيس باش هاد المرأة مثلا، نعطي مثال، باش هاد المرأة مثلا ما تبقاش تستعمل هاد الأطفال ولا الأب ما يبقاش يستعمل هاد الأطفال كأداة. لا أنا اللي غنغلب أنت اللي غتغلب، خاص يكون المصلحة العامة، المصلحة ديال الطفل. هنا المقاربة القانونية كنعتبرها حل آني، خاصنا نشوفوا استراتيجية المستقبل، لأن قضايا الأسرة خاصها تكون عندها مقاربة خاصة. لأن مثلا غير مثلا نقولوا الدعوة إلى المودة والمحبة إلى غير ذلك، كيفاش نطبقوها قانونيا؟ خاص تكون واحد التوعية والتحسيس وتكون التنشئة الاجتماعية، سكون ابيل سوسياليزاسيون سوسيال اللي كتكون بريمير سكوندير. شنو هي بريمير؟ الأسرة هي الأولى من طرف الأم والأب، وعاد المدرسة، وعاد الإعلام، وعاد الأقران إلى غيره. كاين واحد القضية مهمة وغنسالي أخيرا، اسمها المقاربة الوقائية. تنقولوا على الاجتماع الاستشراقي. شنو هي المقاربة الوقائية؟ هنا راه كنشوفوا في المجتمع ديالنا ولا نوع من التكوين ردات ديال الازواج ماليزيان شحات. الازواج المقبلين على الزواج كتكون عندهم واحد التكوين. هذا التكوين شنو هو؟ حل المشاكل، حل سكون ابيل لا جيستيون دي كونفلي. بحال كيعطيو لنا لي سوفت سكيل. شنو هما لي سوفت سكيل؟ هما واحد المؤهلات، واحد الاليات دوس، يعني ما يبقاش غير الصراع، يعرفوا يجلسوا، ما يبقاش يتجهوا دائما الاقارب ديالهم، يجلسوا في العطار يحلوا يلقاو هما المشاكل ديالهم ويلتزموا بهذه المشاكل ديالهم. حتى من بعد ما لقاوش حلول تكون واحد الوساطه عائليه، والوساطه العائليه خاصها تكون ناجحه، يعني خاصها تكون غير انحيازيه للطرفين، ماشي تكون الام ولا الاب كيجي على، خاص يكون واحد الطرف عنده واحد الوساطات العقل الى غير ذلك كيبغي المصلحه ديال الطرف. اذا هاد الاليات ردات باش تكون، وكما غنختم بان كما قال طه في كتابه من اجل التراث الثقافي في مصر، من عرف الغايه عرف الوسيله. انا اقول من عرف المناخ، من صدق الاهداف على مدى طويل سيعرف الغايه وسيتعرف على الحلول.